في هذيك السنه فين التيران فين كانوا كيلعبوا الملعب كان هو ملعب فيليب، ستاد فيليب. ملعب فيليب اللي هو معروف الان بملعب الحاج العربي بن مبارك. هذاك هو الملعب اللي شهد جميع المقابلات ديال الوداد قبل ما يتشيد الملعب الشرفي في 1954 تبنى 1955 انطلق اللي كان يسمى انذاك بملعب مارسيل سيردون اللي هو ملاكم مغربي، كانت عنده جنسيه مغربيه وكان بطل العالم. ملي تكلمتي عن العربي بن مبارك بغينا نعرفوا كيفاش كان الانتقال ديال العربي بن مبارك من اليو اس ام للوداد، وما نساوش بان كيف ذكرتي كان كيلعب مع الوداد سيكسيون باسكت. سي مهدي، العربي بن مبارك لا شيء ثابت فيما كتب على ان العربي بن مبارك لعب للوداد في كرة القدم. العربي بن مبارك لعب باليسام واحترف. الوداد كان يتدرب فقط مع فريق كرة السلة صباحا، وكان يمارس حتى الدراجة كان يتدرب. اما لعبه مع الوداد فما لقيتش انا شي حاجه اللي هي تدل على ان العربي مبارك لعب مع الوداد في التاريخ ديالو. وسولت حتى الاب ديالي ما اكد لي نفس المعلومه وعدد الناس ان العربي مبارك لم يسبق له ان لعب ضمن صفوف الوداد البيضاوي كلاعب رسمي. دونك اول لقب الوداد كانت ربحته منذ التاسيس ديالها. اول لقب ربحته الوداد منذ التاسيس ديالها كان في شتنبر 1940 وكان هو كأس جيل. هذا كأس جيل اللي وقع واحد الجدل من طرف بعض الإخوان في التدخلات ديالهم على أن لا يوجد أي كأس اسمه جيل، أو اللي يطلقوا عليه بعض الإخوان كانوا يطلقوا عليه نظرا يطلقوا عليه كأس الحرب. ولكن اللي أكد لي أنا وجود هذا الكأس هو واحد اللقاء في واحد البرنامج كانت دارته القناة الثانية على فريق الوداد البيضاوي. ومنين يقول لك لاعب ودادي سابق اللي هو واحد من الثلاثي اللي هو دريس جوماد تيقول لك فزنا بكأس جيل. إذن هذا اعتراف وتأكيد على أن كانت كأس سميتها جيل فازت بها الوداد. كما أن الصفحة الرسمية ديال فريق الوداد البيضاوي فيها من جمل الألقاب اللي حرزت على الوداد كأس جيل سنة 1940. وهذا كأس الجيل كانوا كيلعبوا فيها الفرق الوطنية ديالنا. شكون الفرق اللي كانوا تقريبا الفرق اللي كانت الفريق الوداد هو الفريق تقريبا الوحيد اللي كان فريق مسلم، كان فريق فيه لاعبين مسلمين. كان في الوداد فاش تأسست كانوا معاهم الفرنسيين، ماشي ما كانوش معاهم، كانوا معاهم تقريبا واحد 8 ولا 9 الفرنسيين. لكن المرحوم سي محمد بن الحسن العفاني اللي هو تونسي الابجيغو ملقب بالابجيغو بقى يصفف هذوك اللعابه الفرنسي بواحد حتى خلى فريق كله متكون من المغاربه المسلمين. بغينا نرجع معك شويه لديك الحقبه ديال الوداد ونبغوا نعرفوا كيفاش كانت التسيير انذاك ديال الوداد. والتسيير ديال الوداد كان تسيير اللي هو على واحد المستوى عالي، لأن تتعرف الرؤساء اللي مروا من الوداد كلهم ناس يعني وطنيين، ناس اللي عندهم مستواهم الثقافي وعندهم مناصب، شغلوا مناصب. الوداد كانوا رؤساء اللي كانوا وزراء، لا في عهد الحكومة الأولى ديال البكاي ولا في عهد الحكومة ديال بوحنيني، كانوا وزراء وكانوا متعاطفين مع الوداد اللي كانوا تاهما شخصيات كبيرة في المغرب. لهذا كان تسيير عقلاني، تسيير اللي الهدف منه هو إعطاء واحد الشعلة لفريق مغربي لإظهار المستوى ديالو تجاه الفرق الفرنسية، ماشي فرق فرنسية، واخا فرق كانت تلعب في البطولة المغربية ولكن كان جلها لاعبين فرنسيين. فالوقيته اللي كانت تلعب الوداد مع الفرق راه فكأنها فريق الوداد لعب مع منتخب فرنسي، لأن الوداد كانت في هذيك منذ التأسيس ديالها كانت محاربة من طرف العديد من الفرق، كلهم كانوا ديك الساعة، كانت اليسام، كانت ليديال، كانت مازاغان، كانت كلهم هادو كانوا الراك، كلهم هادو فرق كانوا فيهم لاعبين فرنسيين ما عدا فريق الوداد اللي كان يقاوم بوحده. لدرجة أن منين تتكون الوداد لاعبة في ملعب فيليب
تيحكي لي الاب ديالي، احنا مع الاسف ما عشناش هذه الفتره ديال المقاومه وديال النضال، ان الملعب كان تيكون كله محوط بالدبابات، بالطنوقه، بالجنود، على جميع اختلاف ديالهم انذاك الساعه، القومه، ساليكان، هذاك هما تيقول لك تفاديا للشغب وداك الشيء، ولكن هما كانوا تيخافوا ان تكون شي انتفاضات ضد الاستعمار من وسط ان يخرجوا الناس بهتافات ويخرجوا من وسط الملاعب. اذا يكفي ان هذا الشيء اللي حقته الوداد في ذاك التاريخ تيشفع لها فيما تبقى الى يومنا هذا.